هل كلمة الحول التي ذكرت في القرآن الكريم هي نفسها أو هو نفس معناها في كلمة العام؟ أولا الحول غير العام كليا وجزئيا، فكلمة الحول لم يستعملها القرآن الكريم إلا في حالتين فقط، الطلاق والموت. مالك مسبهل لي ليه؟ المعلومة مش جديدة ولا حاجة، بس حضرتك اللي بتقرأ القرآن بلغة السرد، يعني بتقرأ وخلاص، لا بتدبر ولا بفهم، صح كده؟ طيب على كل أيا كان اللي فات، وأتمنى لو نراجع أنفسنا وأنا قبلك، لأن بجد فات الكتير ما بقاش إلا القليل. يرجع مرجوعنا تاني لموضوعنا، وأقول لك صلى على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وكذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. بينما في موضع آخر خاص أيضا بالمرضعات، ولكن هذه المرة بالفصال اللي هو الفطام، فطام العيل الصغير إن ما يشربش حليب أو لبن ويبدأ يأكل، وفصاله في عامين. في الأولى قال الحول، وفي الثانية قال العام. تفتكر ليه؟ السبب ببساطة إن الأمور هنا اتغيرت كليا وجزئيا، لأن الموت تحول في الحياة، أما الطلاق تحول في الدنيا. إذن فالفعل حال يحول حيلولة يأتي دوما بمعنى حاجز، كما قال الله تبارك وتعالى في قصة نوح مع ابنه وقت الطوفان: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وحيلولة الموج هنا بينهما بتدل على سرعة فيضان الماء، مية زادت كتير وغطت سطح الجبل، أي أن الموت أصبح حاجزا بينهما، فلم يعد بينهما أي اتصال أو منفعة. كذلك الطلاق حاجز لأي شيء كان بين الزوجين يحدث قبل الطلاق. إذن فالخلاصة أن حدوث الموت أو الطلاق يحول بين أي شيء كان يحدث قبليهما. السلام عليكم.